ازيكم يا جماعه؟ سؤال كتير قوي جالي على صفحتي على الفيس وجالي اكتر من مره على اليوتيوب. يا شيف احمد، المشكله ان احنا بنعمل كفته ما بتمسكش على السيخ، بتفرول مننا، ملهاش طعم. تعالوا بقى كده واحده واحده نعرف الموضوع ده. تعالى هات كوبايه شاي او كوبايه النسكافيه بتاعتك وتعالى لي، بس ما يكونش نسكافيه فيه بلاط بعد اذنك. اولا، قطعية اللحمة لازم ناخدها من الزند أو من السن، لأن هما بيبقوا أرخص. ثانيا بيكون فيهم نسبة فات ما بتقلش عن 20%، وده اللي أنا محتاجه. بناخد قطعية اللحمة دي بنحطها على مفرمة وش خمسة. وش خمسة، نركز شوية في وش خمسة، ما يعملهاش على وش اتنين أو وش تلاتة، عشان احنا مش عايزينها تكون مهرية، مش عايزينها تكون ناعمة قوي. بناخدها وبعدين بنحطها في الكبة عندنا في البيت. بنحط معاها شوية تلج مجروش وبنحط معاها شوية ملح. ليه التلج المجروش؟ أنا محتاج مية اللي أنا فقدتها في اللحمة اللي هي بتجيلي. أنا عايز مية زيادة تكون موجودة في اللحمة. ما بنحطش مية كتير، ما بنحط تلج كتير، أنا بس شوية صغيرين حفان بس، على قد مثلا كوبايه. لو احنا هنعمل 2 3 كيلو، كوبايه تلج صغيره مجروشه، ونحطها مع شويه ملح وفلفل. الملح والفلفل والتلج هيخرجوا انزيم اسمه انزيم الميوسين، وانزيم الميوسين ده عشان لما الكبه تلف ما تعملش احتكاك، فيحصل ان الميوسين ده يعمل لي اللحمه اكنها زي العجينه. انا مش عايزها كده، انا عايز الانزيم ده يطلع لي اللحمه ماسكه في بعضها مش زي العجينه وتبقى مأستكه. يا ريت لو عندكم اي سؤال اكتبوا لي تحت في الكومنتات، ما تنسوش الاعجاب. سلام.